في سبب واحد بيخلي معظم الناس تفشل في الانضباط، وملوش علاقة بالكسل. المشكلة انك فاكر ان الانضباط لازم يبقى كبير. تصحى 5 الصبح، تتمرن ساعات، تلتزم بنظام مثالي. وده بالظبط ليه بتفشل. الغريبة ان الحل اصغر بكتير مما تتخيل. مش انك تعمل كتير، لكن انك بس تحضر. خليني أقولك على حاجة ممكن تبان تافهة، بس بتغير كل حاجة. دقيقة واحدة بس في اليوم. 60 ثانية. بس خد بالك، اللحظة اللي هتبدأ فيها الدقيقة دي هي أهم لحظة في يومك، لأن اللي بيحصل قبلها دايما نفس السيناريو: تفكير، تأجيل، تفاوض مع نفسك. فهنا تعمل حاجة مختلفة. عد من 5 ل1 وابدأ فورا، من غير ما تفكر. حتى لو هتعمل أبسط حاجة: تمرين واحد، صفحة واحدة، سطرين كتابة. مش مهم، المهم إنك بدأت. بعد كام يوم هتلاحظ حاجة غريبة. المقاومة اللي كانت تقيلة جدا تقريبا اختفت. وهنا أغلب الناس بتتفاجئ. الدقيقة دي مش بتفضل دقيقة، بتلاقي نفسك كملت شوية كمان، تبقى 3 دقايق، وبعدين 5. مش بالعافية، لكن لأن البداية بقت سهلة. بس ده مش أهم تغيير. اللي هقوله دلوقتي هو الفرق الحقيقي. انت مش بس بتبني عادة، انت بتبني ثقة. كل مرة بتبدأ حتى لو دقيقة، انت بتثبت لنفسك انك بتعمل اللي بتقوله. والإحساس ده بيكبر. بعد شوية مش هتبقى بتحاول تلتزم، انت هتبقى مستني اللحظة دي. وده التحول. مش انك بقيت منضبط، لكن انك بقيت شخص بيبدأ بسهولة. وحتى في الأيام الوحشة، لما تعمل دقيقة بس، انت كده ما خسرتش، انت كده حافظت على كلمتك. والحقيقة البسيطة: لو مش قادر تدي لنفسك 60 ثانية بس في اليوم، يبقى المشكلة مش في الوقت. الانضباط مش بالكم، الانضباط صدق. جرب حاجة بسيطة من النهاردة. اختار حاجة واحدة واديها دقيقة. بس لما تبدأ، ابدأ بال5 عدات، وخليك صادق في الدقيقة. وبعد 3 أيام بس هتفهم أنا بتكلم في إيه.